طبعا في البدايه انت متابع التصريحات عامله ازمه خلال الساعات القليله اللي فاتت. تصريحات الاستاذ يحيى عبد الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي اللي اتكلم فيها عن جمهور الاهلي وجمهور الزمالك او المنتمين للزمالك والمنتمين للنادي الاهلي، والموضوع كبر بسرعه واداره الاهلي طلعت بيان رسمي واعلنت انها قدمت شكاوى ضده لاكثر من جهه، وصفحات الاهلي والمسؤولين في الاهلي طلعوا يعني اتكلموا عن الراجل بشكل صعب شويه على صفحاتهم. وانت شايف التصريحات دي ازاي؟ يعني هل شايف الموضوع يستاهل ولا هي في اطار زي ما بيقولوا كده مناوشات بين مشجع زملكاوي مع جمهور الاهلي والامور كبرت بشكل مبالغ فيه؟ أنا شايف إنه تصريح يعني على سبيل الدعابة والهزار. السؤال نفسه كان مستفز، فكان الرد على قدر الاستفزاز. مبدئيا هو يحيى عبد الفتوح هو عضو في لجنة تنمية الموارد في نادي الزمالك اللي اتشكلت مع المجلس اللي موجود، ومع محمد الأتريبي والجنايني محمود الجمال، يعني كذا شخصية. الراجل زملكاوي بيتفاخر بزملكاويته، فاتسأل سؤال فكان رد إن هو زملكاوية ناس ناجحة. فأنا شايف إنه مش ما يستاهلش الضجة طبعا ولا بتاع، وأعتقد إن هي تنتهي بانتقال أسامة فيصل من البنك الأهلي للنادي الأهلي.